ولكن لا نستطيع أن ننفي أن علي بن أبي طالب قتل بسببه وبمطاردته للناس عشرات الآلاف، بغض النظر كم هم بالضبط، لا يهمنا الرقم، ولكن يهمنا أن علي بن أبي طالب قتل الناس وقاتل الناس. هذه حقيقة، أليس كذلك؟ أنا لا أريد أن أطيل حتى لا ندخل في مواضيع أخرى. فلذلك ثم نقطة فقط بسيطة أخرى، أنه أنا لا أنظر للإسلام على أنه هل أبو بكر صالح أو علي بن أبي طالب صالح. إن كان صالحا فلنفسه، وإن كان مسيئا فله النار، كلاهما وجميع الناس. هذا ما أنظر إليه. تفضل يا أخي، وشكرا لك على إتاحة الفرصة. على كل حال أنا لست هنا للبحث عن يعني الجدال والتسفيه الآراء أبدا، والله ما قلته موجود في التاريخ ولا يستطيع أحد أن ينفيه. بالنسبة لي أنا أنظر أن علي بن أبي طالب طالب ملك وقاتل الناس ليحصل على الملك. لا تزعل أنت، قبل قليل كان اثنان من الإخوة يتحدثون يقول أنني ألعن علي وألعن ألعن أبو بكر وعمر. أنا لا ألعن أحدا، لأنني لا أنظر للإسلام من منظار أن علي بن أبي طالب يجب أن يكون مقدسا لكي أكون مسلما، ولا أنظر لأن أقول بأن أبو بكر كان منزها ليكون مسلما. أقول ما قدمه أبو بكر فسيلقاه عند ربه، وما قدمه علي فسيلقاه عند ربه. الدين لله، وليس لا لمحمد ولا لعلي ولا لأبو بكر. هذا ما أعتقده يا أخي الكريم. بالنسبة لعلي بن أبي طالب، إذا كان قتل أحدا فهو لم يقتله لله، لأن الله يقول ينذر من يقتل مسلما فإنه مصيره النار. وإذا طبقنا هذه القاعدة فعلي في النار. ما تريد أن تقوله عن علي هذا يخصك، لكن علي بالنسبة لي إن نظرنا إلى التاريخ فهو قاتل، وإن نظرنا إلى الدين فليس له شأن في الدين. تفضل يا أخي الكريم. نحن هنا على فكرة أنا لا أريد بدون تجريح وبدون أي شيء، أنا إن كنت قلت شيئا خطأ فقل لي إن التاريخ لم يقل هذا الكلام. تفضل بارك الله فيك. حدد لي عقيدتك، أنت من أي فريق، من أي مذهب؟ احنا نقدر نحكم على كلامك من خلال معرفتنا بعقيدتك. بينت لك أنا إذا يجي واحد يهودي يقول هذا الكلام فنحن لا نستغرب منه هذا الكلام، لكن لو فرضنا يجي واحد مسلم حتى نعرف نجاوبه بناء على الضوابط الإسلامية. هذا المسلم إذا كان زيدي نجاوبه على الضوابط الزيدية، إذا كان أباضي نجاوبه على الضوابط الأباضية، إذا كان سلفي هكذا، أليس كذلك؟ فأنت لماذا أنا الآن إنسان مسلم شيعي أعتقد بإمامة علي، وأعتقد بأن عليا عليه السلام أفضل الخلق بعد رسول الله ولا يدانيه أحد من الخلق، وأن عليا لا يقتل أحدا إلا والمقتول في نار جهنم، أن عليا لا يقتل أحدا إلا وهذا المقتول في نار جهنم. هذا عقيدتي وأبين انتمائي. أنت ليش تخاف تبين انتمائك؟ أنا ما أشوف يعني داعي للخوف. أنت الآن تصرح بعقيدتك في علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه، عقيدتك التي تخالف ما قاله رسول الله. ما أريد أن أناقشك في كلامك، أخبرني عن عقيدتك. ليش تخاف ما أفهم؟ ليش تخاف ما أفهم؟ ثم إذا كان ما لك شأن في عقيدتنا، طيب ليش تجي إلى غرفتنا تقول هالكلام؟ ليش ما تروح إلى غرف الوهابية تقول هذا الكلام؟ فإذا إحنا مقصودين بهذا الكلام. أنت من أي فريق؟ أنت من أي حزب؟ أنت من أي ملة؟ خلينا نفهم. فأعطيك المايك وبين لي عقيدتك. لك المايك. إذا كانت عقيدتك أن علي بن أبي طالب أفضل الخلق، فأنا بالنسبة لي عقيدتي أن أؤمن أبدا أن له شأن في الإسلام. هذه عقيدتي. علي بالنسبة لي لو قرأت التاريخ فهو قاتل بحث عن حكم. هذا ما أردت أن أقول. قتل أهل القرآن وقتل طلحة والزبير ولاحق أم المؤمنين وشوهت سمعة أم المؤمنين فقط من أجل علي. هذه عقيدتي يا أخي، والسلام عليكم. من خلال تقديسك لأم المؤمنين وطلحة والزبير فأنت من القوم الذين يقال عنهم بأنهم أهل السنة والجماعة. كلامي صحيح؟ أنت من
من أهل السنة والجماعة، باعتبار أنك تدافع عن أم المؤمنين وتدافع عن طلحة وتدافع عن الزبير، في حين الشيعة عندهم هؤلاء الرموز في شسمه في كفة أخرى مو في كفة النجاة. ففهمي صحيح إن شاء الله. خذ المايك. هل لطلحة والزبير وعائشة شأن في الدين؟ هل لهم شأن في الدين؟ وهل للدين شأن بهم؟ أم هم كعلي بن أبي طالب عندك؟ وين رحت سلام؟ اللي يتجاهر بهالشكل عقيدة ما ينبغي أن يخاف. ليش تخاف؟ أو احنا إلى الآن الحمد لله والشكر لا تطاولنا عليك ولا تطاولنا على رموزك، وبكل أريحية، مع أن كلامك عندنا كفر. كلامك عندنا كفر، يعني أنت والكافر عندي سواء، لكن مع هذا نعطيك المايك ونريد أن نسمع. نحن نسمع حتى الكلام اللي خالفنا نسمعه. أنت والكافر عندي سواء. وين رحت سلام؟ عقيدتي ما تريد أن أكون فهو أنا. صنفني كيف ما تشاء، لا يهم ما هي عقيدتي، يهم ما الذي أقول. والذي أقول لا تستطيع لا أنت ولا كل الشيعة ولا كل المسلمين أن يلغوه من كتب التاريخ. هل فهمت؟ علي بن أبي طالب قاتل وأحد منافقي مكة الذين تظاهروا بالإسلام لكي يصل إلى الحكم. علي بن أبي طالب قاتل وأحد منافقي مكة الذين تظاهروا بالإسلام لكي يصل إلى الحكم. عائشة هي التي قتلت المسلمين بخروجها، الله أمرها أن تقر في بيتها، وهي التي خرجت من بيتها. الآن أنت نسبت قتل المسلمين لأمير المؤمنين، والحال أن الذي قتل المسلمين هو الذي خرج بهم إلى البصرة وجند الجنود وجيش الجيوش ونقض بيعة الإمام الذي عقدت له البيعة. فنحن نقول أن عائشة وطلحة والزبير هم الذين تسببوا بمقتل هؤلاء المسلمين، وليس علي بن أبي طالب، وإنما أمير المؤمنين كان في صدد الدفاع عن حياض الإسلام وعن بيضة الإسلام. إليك المايك، ماذا تقول؟ أنا ما أقرأه جعلني أقف هذا الموقف من علي وجعلني أشك في دين علي. تفضل يا أخي. أنا لست بصدد نقاشك ومحاورتك، أنا مو بهذا الصدد، ولست بصدد النقد عليك. كل هذه أسئلتي اللي جاي أسألها بصدد أن أبين للناس عقيدتك وحتى تتبين مظاهر عقيدتك. هذا فقط أريد أنا ما جاي أناقشك، لا، لأن كلامك ما يحتاج إلى نقاش، ما يحتاج إلى نقاش. إذن أنت ترى الحق مع طلحة والزبير وعائشة والخوارج. طلحة والزبير وعائشة والخوارج، هكذا ترى الحق. خذ البايك. من سماهم الخوارج هو علي بن أبي طالب لأنهم خرجوا عليه، فكأنه يقول نفس الكلام الذي قال به يا أخي من يخرج عن علي يخرج عن شخص وليس عن الإسلام. كانوا حفظة للقرآن ولم يكونوا خوارج، هو سماهم. عائشة أم المؤمنين رضيتم أم أبيتم. عائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين، ومات رسول الله وهي زوجته، وعائشة هي التي مسخت سمعتها مقابل نسبة فضائل لعلي ليست موجودة فيه. العملية وما فيها كلها محاولة إظهار علي على أنه رجل حق لأنه لم يكن رجل حق، وإظهار عائشة على أنها امرأة فاسقة مع أنها امرأة تقية. يستحيل أن تستطيع أن تقول أن التاريخ ينزه علي، التاريخ يجرم علي، وهذه هي الحقيقة. أخي فكر فيما يقال لك، وأرجو وأتمنى من الله أن يهدينا وإياكم إلى الصواب. والسلام عليكم، وهذا آخر تعليق لي، والسلام. أنا أيضا ما أحتاج أن أسألك، لأن اتضحت عقيدتك للناس. اتضح أنك ممن ينتصر لعائشة ولفلان ولفلان. هذه نتيجة الانتماء لهذا الفكر، هذه نتيجة الكون في هذا المعسكر. النتيجة أن يصل الإنسان إلى حالة من
الضياع ومن الضلال ومن التخاذل ومن الانتكاس، بحيث تصبح عنده الشمس المضيئة مظلمة والظلام ضياء. هذا الذي حصل معك ومع أمثالك، وهذا ما نحذر منه الناس حينما نقول لهم أيها الناس اتركوا فلان وفلان وفلانة، فإنكم ستصلون شئتم أم أبيتم إلى هذا المستوى، بحيث تخالفون ما اتفق عليه المسلمون قاطبة، وحسبكم هذا التفاوت وحسبكم هذه النتيجة. أنا مو في صدد حوارك لأنه أنت ما تستحق واحد يحاورك، لأنك أنجس من الكلب